السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير عليكم. طبعا هذا الفيديو للالتقاء الجيوش. طبعا هذه كلمة غاية سلاح الإشارة. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ندي الناس حقهم، اخواننا ناس مجاهد والناس اللي معاه وسام والباقيين كلهم. طبعا الموقع ده حقهم ودافعوا عنه دفاع مستميت، وفي عدد من الشهداء صبروا كثير يعني تقريبا سنتين شفناهم دعينا يعني. ربنا يتقبل الشهداء ويشفي الجرحى ويرد الغايبين كلهم ان شاء الله. بذلوا مجهود يعني، لما وقعنا تلقينا ضيوف عليهم. فليهم الشكر يعني انه ثبتوا البوابه الشماليه والشماليه الغربيه للقياده العامه. واحد كله الاشاره والقياده. عملوا بلاء حسنا يعني، وما شاء الله يعني يعني كان ثبات كالجبال يعني. فربنا يجزيهم خير وربنا يثبتهم في القرآن ان شاء الله. ونتمنى لهم ان شاء الله في مقبل الايام التوفيق والسلام. نحن قواتنا طبعا اساسا جينا قبليها حسينا القياده، لكن هي موجوده في الكدر المنظمه مستنفره، جزء منهم في الساقاب، جزء منهم شغال موزع في المحركات، جزء منهم بيجونا نحو مصفى الجيلي. لكن ان شاء الله حنجمعهم عشان نشتغل المراحل الجايه خلال الايام القادمه ان شاء الله. تكون الخرطوم امنه عشان المواطنين يرجعوا امنين ويرجعوا باستقرار والسلام البلاد ثاني ان شاء الله. ودي يمكن المرحله اللي تمت التغاء القوات الداخله كلها بمسمياتها المختلفه للقياده العامه هي مرحله مفصليه، مرحله تاريخيه. لاول مره تجي خاشه قوات وخشت قبل الزمن المتوقع بجساره وبثبات وبتوفيق من الله سبحانه وتعالى. دخلوا القياده العامه، وهذه دخولهم ده بدايه لنهايه العدو في ولايه الخرطوم ان شاء الله في باقي الولايات. ان شاء الله اتوقع الايام الجايه يتم التطهير، وبعد ذاك السواعد اللي شالت السلاح ان شاء الله هي حتكون مع السواعد الاخرى. مؤسسات الدوله الاخرى هي اللي حتكون اليد الاولى في البناء مره اخرى، بناء السودان وبناء الاستقرار ورفعه السودان ان شاء الله، ودحر العدو وحمايه الحدود، انه ثاني ما نفرط للايام الجايه يحصل نفس الاخطاء اللي حصلت ان شاء الله. ما في دخيل ثاني يقدر يتمكن داخل السودان ان شاء الله. تتقفل كل الحدود وتتامن داخل المدن وداخل السودان ان شاء الله، ويمنى السودان بسواعد وما يكون بيننا خاين ولا عميل يتعامل مع دول مارقه ارادت السوء للسودان وارادت موارد السودان وارادت اباده الشعب السوداني. ان شاء الله الشعب السوداني باغي بسواعد الشباب هؤلاء هم الغادة قاتلوا واستشهدوا الغادة الأبيون هذه الارض الطيبه هم الرجال يصنعوا الأبطال. هؤلاء هم من يخرجون الأبطال. الغزاة هي الارض التي ابادت عدد من غادة الامبراطوريه التي لا تغيب عنها الشمس. هي ارض الابطال الذين حاربوا في المكسيك، هي الارض الابطال الذين حاربوا في كرن، هي ارض الابطال الذين حاربوا في ليبيا، هي ارض الابطال الذين اتوا باستغلال السودان عن طريق القتال. لذلك هذا الشعب شعب مقاتل، شعب لا يرضى الضيم، شعب لا يرضى الذل، شعب لا يرضى استغلال موارده بالطريقه البشعه التي قام بها متمردي الدعم السريع وعرب الشتات ومن عاونوا من الدول الاقليميه والعالميه. الشعب السوداني لا يقبل انه حقوقه تضيع. ويمكن التجارب تحت الدول السابقه كلها تختلف عن تجارب السودان، لانه الشعب السوداني شعب مقاتل، شعب مضياف، شعب كريم، لكن لا يقبل الذل، لا يقبل التفريط في حقوقه، لا يقبل الاستهتار بشرفه، ولا يقبل الاطلاع على محارمه. ان شاء الله بسواعد الناس اللي دخلوا ديل حنكمل باقي المعركه وحننظف السودان وحيحصل استقرار، وحنبدا نبنيه ثاني بنفس السواعد، ونبدا اطفالنا في الرياض ان شاء الله. ده تاريخ ودرس، وان شاء الله ثاني ما نفرط كشباب وكشعب سوداني، ما حنفرط في حدود السودان، ما حنفرط في المستقبل ان شاء الله. كل ده بفضل الله سبحانه وتعالى، بصمود الشعب السوداني، بايمان الناس بالقضيه، باصرار وعزيمه الشباب والناس اللي شاركوا في معركة الكرامة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
الله أكبر.